جمهور الاهلي كله فرد فرد ونفر نفر من كبيره لصغيره بيحب يوجه الشكر للكابتن حسين لبيب على الانسحاب من ماتش القمة. ليه؟ 3 نقط ببلاش، 3 نقط بدون مجهود، والمفاجأة الكبيرة ان ممكن ال3 نقط دول يكونوا السبب في تتويج الاهلي في النهاية بالدوري. يا لهوي، ده ساعتها جمهور الزمالك ممكن يجيله غلطة ويقعد يدعي على كابتن حسين لبيب. النقطة التانية ان انت اديت للاهلي فترة راحة كبيرة، اسبوع الاهلي ما بيلعبش، لعبته تريح قبل المدعكة الاخيرة واللي هي الجولات بتاعت حسم الدوري. يعني اديته 3 نقط وريحت لعبته اسبوع. لاعب كان ممكن يتصاب في ماتش القمة، لاعب كان ممكن ياخد انذار ثالث، لاعب كان ممكن ياخد كارت احمر. فانت بصراحة عملت اجمل واجدع واجب مع الاهلي، وزي ما قلت ممكن وسجلوا الكلمة دي عندكم ان ال3 نقط دول يكونوا سبب تتويج الاهلي بالدوري. طبعا القصة اللي احنا حافظينها نروح نضحك على جمهور الزمالك والفيفا والمحكمة الرياضية، ومش عارف هنطلع على السوبر جيت ونطلع على الفيفا هناك ولا المحكمة الرياضية واي كلام من اللي بيقعدوا يبيعوا الجمهور. لو انت هتطلع الفيفا اطلع حل مشاكلك الاول، القضايا المتلتلة للمدربين واللاعيبة السابقين هناك، روح فك القيد بتاعك عشان ناقص ايام قليلة وممكن ما تعرفش اساسا تشارك في كاس الكونفدرالية الفترة اللي جاية. علشان كده بنحب نشكر كابتن حسين لبيب اعظم رئيس نادي الزمالك على الهدية المجانية اللي منحها للنادي الاهلي.